بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آثرت أن أكون بينكم اليوم في جامع الزيتونة المعمور، هذه المنارة العلمية في العالم كله، بعد أن كنت منذ يومين بجامع عقبة بن نافع بالقيروان. اليوم هل هلال رمضان المبارك منذ قليل، والصيام كما تعلمون درس في التساوي وفي العزيمة وفي صفاء الروح واحتمال الصعاب. وأتوجه إليكم يا أبناء شعبنا من هذا الجامع المعمور، والذي سيبقى معمورا إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أتوجه إليكم يا أبناء شعبنا، وأتوجه للأمة الإسلامية قاطبة بأصدق وأخلص التمنيات، وتوجهوا إلى الله خالصا بأن يعيد عليكم هذا الشهر بالخير واليمن والبركات. ومن مقاصد الإسلام كما تعلمون تزكية النفس وتطهيرها من سيء الأخلاق ومن رذائل الصفات. ومن الرذائل التي يجب تجنبها الاحتكار والترفيع في الأسعار، ونحن نعمل جاهدين ثابتين مخلصين لله وللشعب على توفير كل ما يحتاجه شعبنا، وسنصل جهودنا بجهود الأخيار منكم، والأخيار في تونس كثيرون، وبإمكان من لديهم أو من أنعم الله عليهم بالمال أن يساهموا في تخفيض الأسعار، لأن المقصد من الصيام هو تخليصها من الأدران. المقصد من الشريعة الإسلامية أو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية هو العدل، فلا يترك أحد من بيننا جاره أو قريبه أو أيا كان محتاجا ليمد له المساعدة. نحن اليوم في هذا الجامع المعمور في جامع الزيتونة ندعو الجميع إلى أن تتكاثف جهودنا معا، ليأخذ كل واحد منا بيد من يحتاجه. فلا ترفعوا أيها التونسيون في الأسعار، بل خفضوها، ومن رفع في الأسعار فاتركوه هو وبضاعته، لأن الإسلام إسلام يقوم على التآخي وعلى التعاضد وعلى الأخذ بيد الفقير. وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما قال أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أن شهر رمضان وصيامه درس في الإرادة القوية وفي التصبر وفي الإباء، ونحن عازمون بفضل الله تعالى على مواصلة ما بدأناه من معركة ضد الفساد. وكم من آية ورد فيها الفساد في الأرض وفي البحر. سنحارب معا مؤمنين مخلصين لله وللشعب التونسي، ونطلب من الله العون حتى تعلو كلمة الحق والعدل ويزهق الباطل في الداخل وفي الخارج على السواء. اللهم أيام رمضان اجعلها مفرجة للكروب ماحية للذنوب، وتقبل يا رب صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.